قال نيكولا تسلا: لو كنت تعرف سر الأرقام 3 و6 و9 لكنت تمتلك مفتاح الكون. وهذا الكود يظهر بوضوح في سورة طه في قصة موسى عليه السلام مع فرعون. الآية 39: المحبة: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. بداية الطاقة الإلهية التي تحمي موسى. الآية 63: الاهتزاز: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. الساحر يطبق طريقته المثلى لإحداث اهتزاز يؤثر على الرؤية، ويظهر تأثير السحر في السهل المنبسط الذي يتأثر بالاهتزاز ويؤثر على الرؤية. الآية 69: الطاقة: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. يتحول الحق إلى فعل يبتلع زيف السحر وتكتمل دورة الطاقة. وكانت طمأنة الله لموسى بقوله: وقد أفلح من استعلى وإنك أنت الأعلى، حيث الأعلى وإن أعلى قمة الهرم تسعى، رمز السلطة والقدرة على كسر السحر. وهكذا يكتمل كود 3 6 9 مجسدا المحبة، الاهتزاز والطاقة في قصة موسى، ليبين أن مفاتيح الكون الحقيقية بيد الحق وحده،